كوميديا بالكيران. قال لهم شاف بارك الحكومه قاعد كيسب فينا وحنا عطينا 70 مليار كيحسبنا حيوانات مرضى بالطاعون. خرافه. دابا اش كيقول اخنوش؟ تيقول بصراحه، تيقول الحكومه ديال العداله والتنميه تصدقت علي ب 70 مليار ديال الدرهم زايد 15 مليار ديال الدرهم اللي ربحها في الارتفاع ديال الاسعار. جا جالس كيشتم فينا وتيحاول يلصق فينا، فهمتيني؟ ياك ما كيسحب له غنعاود نكرروا القصه ديال الحيوانات المرضى بالطاعون. وزيرة المرحى وصفي الطالوني راه دايره فيشنا على جال صادقوا على المدونه. خروطو. عدد الجزائريين الأميين الذين لا يحسنون لا الكتابة ولا القراءة عددهم 90% من المواطنين. ماشي راهي غزة ولا كوالالمبور ولا بنغلاديش، هذا راه القوة الهاربة. ما كانش الماء ما كانش، لما شتا تصب الليل ونهار، الفيضان، أسرار الاستسقاء، كلشي حاضر والماء ما كانش. مازال راه مع الحمير والبيدون. وي قالك حنايا قوة هاربة وحنا عندنا البترول وعندنا الحديد في الغار. خرافة. أطفال، شابات وعجائز كلهم هنا في رحلة البحث عن قطرة ماء، يقطعون مسافات طويلة مشيا على الأقدام بأعالي جبال قرية سنانة ببلدية ذراع الميزان في ولاية تيزي وزو، وعند الوصول لا وجود للماء، والسبب تراجع منسوب مياه الينابيع. تقول شيء كل شيء. كوميديا القوة الهاربة. حليبستان قبض على عصابة تتكون من 3 أشخاص وبحوزتهم 7000 كيس شكارة تاع الحليب. اودي بحال راهم يبيعوا في الحشيش. ودي قال لك حنايا قوة هاربة وحنا عندنا الحليب وحنا العياشة راهم ما عندهمش الماء ويبنيو بالطوب. العياشي ما راهش يشد لاشين على الحليبة وحليب بالغابرة الحالة كي دايرة كاميون خورون. في إطار مهام الدرك الوطني. سيدنا جبت لك واحد الهديه واعره من السوق واقف، راه نشوف لك ياك ما مدرح هذا ياك ما ايميطاسيون ياك وباين هاد كاس عالم زاوره الخوت. حين قلناها مرارا وتكرارا، الجزائر ماهوش معناها بلي الجزائر جنة، ما هي الجنة ولكن ما هي الجحيم. ماشي لك توصف فيها. عندها مشاكلها كما الدول الأخرى، تحاول تحل مشاكلها. المغاربه اللي ناقصه التربيه خصنا نعاودوا ليه التربيه ديالو، ما يمكنش. انا قلناها مرارا لا حول ولا قوه الا بالله. والله ما اعرف غير منك دلوقتي ابو حميد. شو بدك توصف فيها؟ عندها مشاكلها كما الدول الاخرى، تحاول تحل مشاكلها. القوة الهاربة راقد مع المشاش والزوالة والقليطة والقلي الرشاد لاشين على الزيت والسميدو. ما على بالاش بيهم خروطة. العياشة طبعوا مع إسرائيل باه تعترف بالصحراء وفي لافاه الصهاينة باه يخرجوهم من ديارهم. خروطة. خويا المشكل ديالنا هو اليوم تنتفاجئوا بان الناس جاو قالوا لنا بان قرار ملكي. حنا ملي قالوا لنا قرار ملكي يعني ما بقى عندنا ما نديروا في هذه البلاد، غادي بحالنا. حنا زدينا وليداتنا الكواش ديالنا هما حوايجنا اولادنا. حنا اليوم اغماء. اذا كما تلاحظوا عبر مباشر. يلا بقاو معايا يلا. One thing about me, I'm the baddest alive. He know the pretty and come until I arrive. I got the bitches. شو الكروسه ديال دارك الوطني تاع القوه الضاربه، تقول راهي خارجه من الزريبه. هذيك كيبيعوا فيها الزطله ولا ديري فيها التهريب تاع الكوكايين. هذه راه ديال ليفريزون تاع الطاكوس، هذه المراركه كيديروها غير يوزعوا فيها الطاكوس. هذه قال لك لوطو، هذه خروطو. الناس ديال القوه الضاربه والناس ديال الغاشي
قال لك المخزن مطبع مع اسرائيل او رئيس الشرطه الفلسطينيه محمود النعاس يعترف باسرائيل وقال لك عندها الحق في الوجود نتاعها. خروطه. أؤكد لكم بأننا نعترف بدولة إسرائيل وبحقها بالوجود منذ أكثر من 40 سنة، وعلى إسرائيل أن تعترف بحق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل. كوميديا سيبوي قال لك إذا رأيت سمكتين تتعاركان فاعلم أن سفينة إسرائيلية مرت من هناك. إليك بهذا الكلام يا خروطو. وهو إذا وجدت سمكتين تتصارعان في البحر فاعلم أن سفينة صهيونية قد مرت من هناك. أما إذا وجدت سمكتين تتخاصمان في عرض البحر فاعلم أن سفينة صهيونية قد مرت من هناك. أي بطبيعة الحال يحضروا مكانار في رؤساء وحكام وملوك الجامعة العربية يخرجون بعد الجماع، بعد أن تجامعوا بيناتهم، خرجوا بقرار جديد: إرسال أكفان جديدة إلى غزة. أكفان ديلوكس. ودي خروطو. جايبين لنا كمية أكفان هذولا أكفان عشان يكفنوا الشعب. بقول لك جايبين نوع جديد من الأكفان، أكفان قطن فاخر يعني، جايبين كمية كبيرة. شايف؟ إيش هذا اللي فيه ده؟ هذا كفن يا معلمين. القوة الضاربة يعترف باللي ما كاين لا جزائر جديدة ولا قديمة. قاعد يقول لهم كادت أن تذهب ريحنا وحنا ما عندناش الحليب وحنا ما عندناش العدس وداك الشيء. نسمعوا خروط واش راه يقول. كادت أن تذهب ريحنا، كادت أن تذهب ريحنا، كيفاش وجدنا البلاد. كادت أن تذهب ريحنا، والناس عندهم الطائرة الخاصة نتاعهم ومواطن يجري على ساشي تاع حليب. يعني مشهدية الجزائر اللي استشهدوا عليها الشهداء نتاعنا الأبرار. يعني ما قلناش المساواة 100% لأن، ولكن كادت أن تذهب ريحنا. 8,500,000 مواطن في مناطق الظل يعني عايشين في بؤس مزري. كي كبروا ولادهم هادو، إنسان اللي ولده كبر مقهور، ما عندوش النقل المدرسي، ما عندوش الحق في المطعم المدرسي، يمشي 5 كيلومتر على رجليه شتاء وصيف إلى آخره. والآخر يعني الطريق معبدة والمدرسة ربما مش بعيدة على الدار وهذه. ولكن كادت أن تذهب ريحنا. اليوم الحمد لله الجيش الديمقراطي الشعبي الكوميدي الليبرالي الاندلسي الجزائري الخروطي دابز مع كلب قال لك بيحرر غزه وفلسطين. خروطي. حياة الصهيوني نتنياهو كي هزمها ابو عبيده، دمر كاع المستقبل ديالو، رجع يبيع البطاطا والعنب و خروطه. يلا بطاطا، يلا بصل، يلا باذنجان، هاي الملفوف، هاي الذره، هاي التفاح، هاي الشمام، يلا الجبل، يلا خيار، يلا العنب والزراير، هاي الفلفل. الفيصاليين هادو راهم خالصين. قوة الضريبة وابراهيم الرخيص راه عطيهم دينار، قاعدين يكتبوا في الحيط قال لك يوم الأسير، الشهادة أو انتصار. هادو حابين يرجعوا لتيندو يرقدوا على الرملة ويشربوا بالناقع. راكم كتقلبوا على المخزنة. الحمد لله الحمد لله ما قاعداش في السحاري والرمال. ودي خروطة. ذكرى اليوم الوطني للأسير اليوم 8 نوفمبر 2023، ومن هون نحيي كل الأسرى المدنيين الصحراويين القابعين بسجون الاحتلال وما خالفوا الاستقلال. إن شاء الله كل الوطن والشهادة. هذا الشيء اللي فتحتها الشهادة.
حرب التحرير، حرب التحرير، كل الوطن أو الشهادة، كل الوطن أو الشهادة. عاش الجيش الشعبي الصحراوي، عاش الجيش الشعبي الصحراوي. فضيحة أقوى دولة في المنطقة. المساعدات راسلينهم لغزة. الكاميو عامر بالتصاور نتاع القوة الضاربة والدرابو تاع الجزائر. كاين المساعدات كراطن، شنو الكراطن هذا خاويين، الميكات هادو باش عامرين باش بالريح ولا كيفاش؟ قال لك حنايا عندنا المساعدات، حنا نرسلوا لهم كل شيء وحاجة ما تخص خروطه. من أجل أن ندعم صمود وندعم أبنائنا في قطاع غزة وندعم المستشفيات والجرحى المصابين في هذا. اللي يسمع المساعدات يبات فايق ما يديش الرقاد. كاميو واحد. شحال تاع التصاور، واش باغي يترشح في الانتخابات هذا ولا؟ المتواصل على وسنقوم بتوجيهها إلى صالح مستشفى الشفاء. الحاجة ملحة. اليوم أبنائنا ومجمع الشروق وأبنائنا في قناة الشروق أطلقوا حملة، قمنا اليوم بالتجهيز وبالشراكة مع هذه المؤسسات. أطلقنا هذه القافلة من أجل أن ندعم صمود وندعم أبنائنا في قطاع غزة وندعم المستشفيات والجرحى. قافلة والتي قامت قناة الشروق بالتعاون مع جمعية البركة الجزائرية بتأمينها بشق الأنفس.